اليوم وصفتنا حتكون معروك رمضان، معروك محشي بالتمر، معروك محشي بالشوكولا، وانا اكيد بفضل الشوكولا لاني بحب الشوكولا. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. ويلا نبلش. هاي هي المقادير قدامنا. نحتاج طحين ابيض، خميرة، حليب بودرة، وسكر، وملح، وزبدة، وزيت، ومي. وللتزيين عنا حبة البركة وسمسم، وللحشي تمر وشوكولا. تابعوني لنبلش طريقة العجين، ويلا نبلش. طبعا حنبلش بالمواد السائلة. حطينا مي، بعدين خميرة، بنحط بعدين سكر. بلش من ورا. هلا بنحرك الخميرة والسكر وبنحطهم على جنب حتى يتفاعلوا، ونبلش من المواد الجافة. موجود عنا طحين، بنحط ملح، حليب بودرة، بنحط نص كمية الزيت، زبدة، وهلأ بنجيب الخميرة اللي حطيناها على جنب وبنحطها فوق الطحين، وبنبلش عجين، وبنحط مي حسب حاجة العجين. وبنعجنه. شوفوا العجينة قديش طالعة معنا طرية وناعمة. شوفوا. هلا بندهن زيت، وهلا بنغطي العجينة ونخليها تختمر. العجينة شوفوا كيف صار شكلها وتضاعف حجمها. هلا بدنا ننتقل للمرحلة الثانية. هلا حنقطع العجينة 4 قطع. وهلا حنشكلها دوائر. وهلا حنبلش تشكيله. وهلا بنبلش تشكيل اول وحده. هلا بنمدها بالشوبك، وهلا بنحطها بالصينيه، واكيد بنكون دهنين الصينيه زيت. هاعطيها منظر حلو بهي الطريقه. وهلا بنحطها على جنب لحتى يتضاعف حجمها. وهلا بنكفي تشكيل باقي العجين، وعم نمدها بالشوبك. وهلا حنحشيها تمر. وهي هي طريقة تشكيلها. طلعت كتير حلوة. وهلأ رح نحشي وحدة تانية شوكولا. هلا عم نشكلها. وهلا حنشكل الطريقة الثانية. رح ندهنها بيض وحليب. ومنزينها بالسمسم وحبة البركة. سمسم، وهي حبة البركة. وبنحطها بالفرن.
تضاعف حجمهم. شوفوا منظرهم كيف صار. بالفرن شوفوا كيف عم يتضاعف حجمهم، كتير مبينين طيبين. وهي اشكالهم بعد ما طلعوا من الفرن، شوفوا باين عليهم طيبين على فكرة. هي وصفتنا كانت لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم. شوفوا كيف طالعة كتير طيبة وطرية. شوفوا كتير طالعة طرية. هي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى المشترك بالقناة يشترك إذا عجبكم الفيديو.